مرحبا بكم في قناة الإخبار الآن. القناة التي ستجدون ملخص الأحداث السياسية والرياضية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. قام الناخب الوطني وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بزيارة خاصة إلى فريق النادي الأهلي في مقر إقامته بمدينة طنجة. وقدم الركراكي خلال زيارته التهنئة للفريق المصري بعد فوزه أمس الأربعاء بثلاثية نظيفة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية التي تحتضنها المملكة المغربية بكل من مدينتي طنجة والرباط. والتقى ربان الأسود خلال زيارته بعثة الأهلي بخالد مرتجي أمين صندوق النادي والمنسق العام للبعثة، الذي أبدى تقديره وامتنانه لزيارة الركراكي، موضحا أنها تؤكد على قوة العلاقات بين مصر والمغرب وتقدير الجمهور والمسؤولين في الكرة المغربية للنادي الأهلي. كما شدد مرتجي على أن الأهلي يشعر وكأنه في بلده الثاني منذ سفره للمغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن الجماهير المغربية تؤازر الفريق بشكل رائع إلى درجة أنه يلعب وكأنه في القاهرة، كما أن مسؤولي الكرة المغربية يحرصون على تقديم كل الدعم والمساندة لبعثة الأهلي، وهو ما ظهر بوضوح في زيارة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية أمس، وحرصه على تذليل كافة العقبات أمام الفريق المصري.